شددت المظاهرات في مدينة الناصرية للمطالبة بتوفير الخدمات والكهرباء، وذلك بعد نحو أسبوع من مظاهرات مشابهة انطلقت في حي الشهداء شمال المدينة، وشهدت إطلاق نار من قبل الشرطة لتفريق المتظاهرين. فساحة الحبوب قلب الناصرية النابض شهد تجمع المئات من المتظاهرين المنددين بسوء الخدمات وتدني ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية، والتي رافقها صيحات استنكار ضد الأحزاب السياسية والحكومات المتعاقبة في المحافظة. احنا الان بحاجه الى ان نرفع اصواتنا عاليا من خلال هذه المظاهرات اليوم وباكر وعقبه، والى ان تتحقق مطالب المتظاهرين من خلال تحقيق اول مره توفر الخدمات، ثانيا الاصلاح السياسي، القضاء على الفساد، اصلاح البلد اداريا وسياسيا. تصريح حيدر العبادي هو مخدر للشعب ومورفين دك مورفين للشعب العراقي، بحيث انه تصريحات فقط، لم نجد افعال على ارض الواقع. وطالب المتظاهرون بحل جذري لمشكلة الكهرباء والكشف عن المفسدين في وزارة الكهرباء والذين هدرت على أيديهم المليارات من الموازنات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن. لذلك نطالب بمحاسبة وزراء الكهرباء بالحكومات السابقة لنقف على حقيقة المليارات التي ذهبت أدراج الرياح. اليوم احنا مطالباتنا هو القضاء على بؤر الفساد، يعني عدة مرات عدة تظاهرات خرجت الناصرية عن بكرة أبيها تطالب بمحاسبة الفاسدين، بوضع حد لهذا التدهور الذي يحدث بالبلد. وتأتي مظاهرات اليوم استجابة لدعوات ناشطين مدنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد انطلقت بتأمين وحماية من الشرطة المحلية في المحافظة. الكثير من الجهات السياسية طبعا راهنت على فشل هذه المظاهرة، مثل ما جاي نشوف اليوم المظاهرة اللي صارت هي مظاهرة عفوية خرجت بها كل فئات الشعب، من أطفال إلى شباب إلى شيوخ، تعبيرا عن غضبهم من سوء الخدمات والسرقات اللي يصير بالمجتمع. ويبدو أن حجج وزارة الكهرباء لم تعد مقبولة من الشارع العراقي، فبعد تصريحات وزير الكهرباء بشأن استخانات الماء وأثرها على تجهيز الطاقة الكهربائية جاء رد من متظاهري الناصرية، وبالقسم الغليظ طفينا الجيزر والله. من مدينة الناصرية إيهاب الخفاجي، دجلة الفضائية. طفينا الجيزر والله، طفينا الجيزر والله، طفينا الجيزر والله.